اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل ايه فطار النهارده ولا عملنا ايه فطار النهارده؟ هنعمل لحمه تحفه او استيك لحمه ومكرونه وحاجات حلوه هنشوف مع بعض دلوقتي. وعايزه اقول لكم هنا بشرت بصلايه ومعاها طماطمايه وكزبره وفلفل اسود وملح. وبعد كده اللي انتوا عايزين تضيفوه تاني ضيفوه براحتكم. حطيت حاجه بسيطه شطه. كده حبيت ان انا ايه احط شطه المره دي يعني. بس كده. وعايزة أقول لكم وأنا بتبل اللحمة هنا إيه، إن الفيديو بتاع أول يوم رمضان وما ننساش حوالي معلقتين زيت. الفيديو بتاع أول يوم رمضان منزلش يا حبايبي في ميعاده، وكنت زعلانة ومتعكننة وكنت حابة أنزل أول يوم رمضان. فضل الفيديو النت كان ضعيف جدا، والفيديو فضل بيتحمل يومين. يومين يعني تاني يوم قبل المغرب بساعة بصيت لقيت الفيديو بدأ ينزل. بقيت أنا كنت فرحانة إن هو نزل، بس كنت زعلانة ان هو منزلش اول يوم رمضان. وكنت متعكننة جو والله العظيم. هنا حطيت كام فص توم وعصرة نص ليمونة، ولو حابين خل حطوا معلقة صغيرة. بس كده. وهنقلب كل الخلطة دي مع بعضيها. تحفة وجميلة وريحتها حلوة خالص. وجبت شرايح اللحمة اهو. حبيت تعملوها بالمدقة او بالسكينة كده تغزغزوها كده بحاجات بسيطة عشان تشرب من التتبيلة وفي نفس الوقت تستوي كويس. هتكون حلوة. مش حابين خلاص. هي ان شاء الله هتستوي وهتكون حلوة. بس هنفضل نقلب فيها لحد ما ايه تختلط بالخلطة كلها اللي احنا عاملينها ديت. بس فكنت باجي طول اليوم زعلانة ومش مركزة. واللي هو ايه عايزين انتوا طالبين مني فيديوهات حلوة كل يوم في رمضان، وانا اعمل فيديوهات. وبدأت من اول يوم مش نازل الفيديو بقيت متعكنة انا والله. هنا بقت شوربة خضار. ايه شوربة الخضار دي؟ طماطميتين، واحدة بطاطس، وكم واحدة كوسة، وكم واحدة جزر، وبصلاية. كله ده وهننزل عليه بالشوربة. انا بقيت اعمل الفطار ده وحياة ربنا متعكننة بسلة من التلاجة. ما كنتش مركزة اصلا انا بعمل ومش عارفة انا بعمل ايه، اها بشتغل وخلاص. وما كنتش هصور. وقلت الميار يعني هو الفيديو راضي ينزل اصلا. كنت زعلانة قوي عايزة انزل لكم الفيديوهات كل يوم. قال طول الايام بعمل فيديوهات وتنزل، واجي اول يوم في رمضان والفيديو مش عايز ينزل. كنت زعلانة. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ونزل الفيديو واتفرجتوا عليه وان شاء الله يكون عجبكم. وهنا في شوربة من يوم ما كنت عاملة المحشي والبط. ده الفيديو ده اللي المفروض بتاع إيه تاني يوم رمضان بقى. بس ما كنش هينفع ان انا انزل فيديوهين في يوم واحد. فرحت نزلت على شوربة الخضار دي بالشوربة بتاع البط. وهنا جبت حلة نزلت فيها بمعلقة سمنة وهنحط فيها شوية زيت علشان نعمل مكرونة بالصلصة حلوة ان شاء الله وتعجبكم. الاكل كان سهل وبسيط وسريع، وما خدش وقت معانا ومش مكلف. شفت الصلصة اللي انا كنت عاملاها في التلاجة وحط عليها بنجر؟ خدت كيس من حوالي يعني قبل ما ابدأ الوصفة بحوالي نص ساعة. ما كانش فك جو مش لازم. انا نزلت بيها على السمنة والزيت وغطيته وهديت النار. هو راح على طول فك وبدأت تغلي وتتسبك. هنا صينية ومعلقة سمن بلدي ومعلقتين زيت، وهننزل فيها بشرايح اللحمة. زي ما انتوا شايفين قعدت شوية في التتبيلة لما ريحتها كده كانت طالعة كده جميلة وحلوة وبقت تحفة. وهنا الطماطم اتسبكت اهو او الصلصة اتسبكت ما خدتش وقت. بس نبقى نزودها شوية مية او شوربة اللي موجود. انا نزلت عليها بالشوربة لما ايه ما عملتش غير محشي وملوخية، فكان قاعد شوربة كتيرة من البط. فروحت زودت المكرونة بدل ما زودها مية زودتها ايه الصلصة شوربة. لكن لو ما فيش شوربة عادي مية ما فيش اي مشاكل. بس كده ننزل عليها بالملح والفلفل. ولو حابين اي بهارات تاني مفيش مشاكل. بس هي كده بتكون هادية وحلوة وتكون مكرونة جميلة وسريعة. وحتة شطة صغيرة مش عارفة ليه كان نفسي في الشطة يا خالص الأيام اللي فاتت دي. طبعا ايه لما نكون بنعمل أكل في رمضان مش هنكتر في الأكل، هنعمل على قد الأفراد اللي هتاكل علشان ما يقعدش أكل لتاني يوم. وفي ناس مش بتحب الأكل لما يكون بايت. نعمل وما نعملش كميات كتيرة. يعني ايه كميات قليلة كده بحيث ان احنا ناكل الاكل ونبقى مشتاقين عليه ووحشنا. هنا سيحت ايه قطعة زبدة حلوة كبيرة وحوالي معلقتين 3 زيت. وهنا بشوح اللحمة اهو علشان بصوا كانت ما خدتش وقت في السوا خالص. هنا ايه الزبدة مع الزيت فك وكانت حاجة بسيطة زيت يعني عشان تدي ايه لمعة شوية للكنافة. وهنا الكنافة عملتها قطع صغيرة وسوداني وزبيب وجوز هند. ولا خليتها في الفريزر ولا حاجة كده فريش على طول. وهبدأ ان انا نعمل صينية كنافة زي بتاع امي بالظبط.
ولا هنحط فيها اي حاجة، هي كده على طول. يا رب. الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإحنا بنرص الكنافة كده إيه، نستمتع ونتفرج ونستغفر طول ما إحنا واقفين، ومش بالنا مشغول بحاجة تاني زي ما أنا كان بالي مشغول بالفيديو ونزوله. نستغفر ونصلي على الرسول. وما تنسوش نوفر وقت طويل، مش كل وقتنا ناخده في المطبخ، لا نوفر وقت كده إيه للصلاة والاستغفار. مش عارفة مالي النهاردة ملخبطة شوية، بس يلا الحمد لله. هنا نزلت بشوية الكنافة وعليهم شوية سمنة كده بصوا، نغنغوا الكنافة في رمضان مش هنبخل. هنا الزبيب والسوداني والجوز الهند، وكانت أحلى صينية كنافة بألف هنا للي أكل منها. وأي حاجة نعملها وناكلها لازم نوكل الحبايب والجيران. وما ننساش الوجبات بتاع سواء كانت وجبة أو اتنين على قد ما ربنا يقدرنا. وربنا بيبارك في الأكل. هنا رشة سكر حلوة كبيرة علشان تخلي المكسرات دي تمسك في الكنافة وما تخليش طبقة الكنافة تفصل من التانية. فاحنا بعد ما نحط المكسرات بتاعتنا ننزل برشة سكر كده خشنة مش ناعمة، هتخلوا كل الخليط ده يمسك مع بعضيه. وبقيت كمية الزبدة اهو على الوش، وهندخلها الفرن. مش هتاخد وقت ان شاء الله، بس بص ما تعلوش النار على الاخر علشان ما تشعوطش. بصوا بسم الله ما شاء الله، ما خدتش وقت كتير، وكانت النار هاديه وخدت اللون الجميل الحلو ده. يا ميار سيبينا اقلبها، لا انا عايزه الوش ده. في الاخر اقنعت ميار اقلب الصينيه عشان اوريها لكم. هي بتبقى حابه دايما صينيه الكنافه تكون من على ايه، بالوش المنعكش ده يعني. وهنا كنت عملت لها الشربات من بدري، ونصب الشربات وهتجربوا صينية الكنافة دي هتعجبكم. وهنا اللحمة خلاص استوت، بس انا مهدية عليها النار. وهنا الشوربة مع التسبيكة غلت، نزلت عليها بالمكرونة. مش هنسلق ولا هنحمر، كده مكرونة سريعة، وهتكون حلوة وجميلة وطرية وهتعجبكم ان شاء الله، ومش هتكون معجنة خالص. يا رب. انا عملت ايه، مش الكيس بس، خدت شوية كمان من الكيس التاني علشان خاطر ايه كل اللي قسم له حاجة كل بألف هنا. وعلى فكرة انتوا بتبقوا مثلا ايه يبقى الاكل كده ايه تشوفوه تقولوا لا ده كميات قليلة ولا حاجة، لا ربنا بيبارك وبيكون كتير وبيقعد منه كمان. بركة شهر رمضان. يا رب. هنا اللحمة كل شوية اديها ايه تقليبة، اغطي شوية، ممكن اشيل الغطا شوية. بصوا ده خلاص هي استوت، انا بشيلها كده من الصينية علشان هنعمل صوص جميل تحفة للحمة دي. هنعمل ايه دلوقتي، هنجيب، استنى هقول لكم، اهو معلقة دقيق واحدة على نفس الخلطة والحاجات اللي نازلة من اللحمة، مش هنشيل منها حاجة خالص. هنشوح معلقة الدقيق مع البصلة ديت والحاجات الحلوة اللي نازلة من اللحمة ديت، هنفضل نشوح فيها شوية. وبعد كده ننزل عليها بشوربة، ننزل عليها بمية، مش هتفرق. انا كان اللي موجود جنبي الشوربة اللي معايا، فكفت الاكل اللي عملته كله النهاردة او ايه في يوم الفيديو ده يعني. اديتها تشويحة شوية اهو، ومش هحط عليها اي بهارات ولا اي حاجة. هي كده كده التتبيلة دي كانت شاربة كل حاجة كانت موجودة في اللحمة. نزلت بالشوربة اهو، بس اللي نازل في الشوربة دي الفلفل الاسود والبهارات اللي انا حطاها، لكن انا كنت مصفياها من البصل ومن الطماطم اللي فيها، فحاجة مش وحشة يعني مفيش مشاكل. وهنفضل نقلب فيها لحد ما يبقى معانا صوص ايه كده خفيف وجميل وحلو، مش خفيف قوي يعني، نحط قطعة اللحمة فيه تشيل منها من الصوص الحلو ده. يا رب. ولا يحتاج يتصفى ولا يحتاج اي حاجة. بصوا جميل وحلو اهو. وان شاء الله ان شاء الله هتجربوه هيعجبكم. هنا كنت طلعت كيس عصير من بدري من الفريزر، عصير برتقال مع جزر اللي عملناه مع بعض. نزلت بيه في الخلاط، وهنزل عليه بشوية سكر وشوية مية. كله ده انا بقيت اعمله وانا واقفه زعلانه ومش مركزه خالص عشان الفيديو. كل شويه ابص في التليفون اشوفه نزل ولا لسه، اشوف الفيديو نزل ولا لسه. والله يعني انا القناه بتاعتي واقفه ومش عليها ارباح ولا حاجه، بس حابه انزل لكم فيديوهات زي ما طلبتوا مني. عايزاكم تستفادوا، وصفات بتبقى سهله وسريعه وبسيطه وبتبقى طعمها جميل خالص. بص صينيه الكنافه حلوه اهي، بألف هنا للي اكل حاجه. وجربوها هتعجبكم ان شاء الله. وهنا الشوربة كانت استوت خلاص اهو، شوربة خضار حلوة وجميلة. وخلاص المغرب كان على اذان، هنبدأ نغرف الاكل. والصوص كمان بصوا حلو اهو، بصوا القوام بتاعه حلو ازاي اهو، كده بالراحة. وبقت ايه،
أصُب الحاجة كده وأنا والله في الوقت ده يالّا الحمد لله، الحمد لله. والمكرونة إيه بُصّوا إيه رأيكم في المكرونة بقت؟ عايزاكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب ودعوة حلوة وكومنت حلو. يا رب. نغرف المكرونة كمان، بُصّوا هنغرف الأكل على الصينية، ساعات كده بيبقى إيه، الأكل مش عاجبكم مثلًا لمّا تقدّموه بطريقة شيك وحلوة هيعجبكم الأكل، فهنحط الأكل على الصينية نعتبره محشي، نعتبره رز بالخلطة. الله أكبر، الله أعظم. وإحنا بنقلّب الأكل أهو، جِبت هنا السلطة وهنجيب الصوص كمان ونجيب طبق الشوربة ونرُص اللحمة إيه بُصّوا صينية تحفة جميلة والمكرونة مفلفلة كده مش معجنة ولا حاجة، وصومًا مقبولًا وإفطارًا شهيًا والسلام عليكم.